أدركنا يا لذريق، فقد نزل علينا قوم لا ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. ده كان نص الرسالة اللي بعتها حاكم المنطقة الجنوبية للأندلس بعد ما طارق بن زياد والجيش الإسلامي هزموا في أول معركة حصلت في بلاد الأندلس. زعيم المنطقة الجنوبية بعت رسالة لحاكم الأندلس اللي كان اسمه في الوقت ده لذريق، قال له أدركنا يا لذريق، الحقنا، احنا مش عارفين نعمل إيه، احنا مش عارفين الناس دول جم منين أصلا، ده طول الليل بيصلوا وطول النهار بيحاربوا، احنا مش عارفين هم رهبان وبيصلوا بس ولا هم طول عمرهم بيتمرسوا وبيتدربوا على القتال وبيحاربوا بس، احنا هاجم علينا ناس عمرنا ما شفنا زيهم، كمان بيتكلموا معانا في سياسه غريبه جدا احنا ما نعرفهاش، بيقولوا لنا لو اسلمتوا ودخلتوا معانا في الدين تفضل املاككم وممتلكاتكم زي ما هي، او اننا نفضل على ديننا ويسيبوا لنا كل اموالنا وممتلكاتنا برضه في مقابل الجزيه، مبلغ بسيط جدا بندفعه كل سنه نظير حمايتهم لينا وادفعهم عنا. سياسه غريبه وعجيبه جدا للمحتل واحنا عمرنا ما سمعنا عنها. فالطبيعي ان المحتل لما بيخش اي بلد بياخد كل خيراتها وممتلكاتها وبيقتل ابنائها وبيرمل نسائها وبيخرب كل مكان موجود في المدينه، انما ان حد يعرض علينا ان احنا بس نخش دينه ويسيب لنا كل اموالنا وممتلكاتنا، فدي حاجة غريبة جدا احنا ما نعرفهاش. لوذريق لما وصلت له الرسالة اتجنن وغضب جدا وجمع جيش من 100,000 مقاتل نصراني وقرر انه يسافر بيهم من شمال الأندلس لجنوب الأندلس عشان يهاجم طارق بن زياد والكتيبة اللي معاه. وفي المقابل طارق بن زياد والجيش اللي معاه كانوا 7,000 مجاهد مسلم بس، فاحنا بنتكلم في 7,000 قصاد 100,000، رقم كبير ومرعب وضخم جدا. لوذريق خد الجيش بتاعه واتجه للجنوب وهو عامل حسابه ان هو هينتصر، كان عامل حسابه ان هو هيسحق الجيش الإسلامي بالكامل، فمستحيل 7,000 يقفوا قصاد 100,000. طبعا طارق بن زياد لما عرف ان الجيش اللي جاي يهاجم عليه 100,000 قرر ان هو يبعت لموسى بن نصير عشان يبعت له المدد. موسى بن نصير جهز كتيبه بقياده طريف بن مالك كان عددهم 5,000 مجاهد مسلم، وطريف بن مالك ده هو كان قائد السريه اللي دخلت بلاد الاندلس عشان يكتشفوا المنطقه، عشان يعرفوا الطبيعه الجغرافيه لبلاد الاندلس. فموسى بن نصير ولا طريف بن مالك على ال 5,000 جندي اللي هيخشوا يكونوا مدد لطارق بن زياد في بلاد الاندلس. وبوصول طريف بن مالك لبلاد الاندلس اصبح قوام الجيش الاسلامي 12,000 مجاهد مسلم، 12,000 مجاهد مسلم ضد 100,000 مقاتل نصراني من القوط الغربيين، فما كانش في أي تكافؤ بين الفريقين، يعني إيه 12,000 يواجهوا 100,000؟ واحتمالية انتصار المسلمين على النصارى هي احتمالية ضعيفة جدا وشبه مستحيلة. طارق بن زياد والقادة اللي معاه فضلوا يتجولوا في الأندلس، فضلوا يتجولوا في المنطقة الجنوبية لبلاد الأندلس يدوروا على مكان مناسب للقتال، فضلوا يدوروا على مكان يكون مميز لجيش المسلمين لحد ما استقروا عند وادي من الأودية اللي موجودة في المنطقة الجنوبية لبلاد الأندلس اتعرف بعد كده في التاريخ باسم وادي برباط، ووادي برباط ده بيطلق عليه في بعض الكتب وادي لكة او وادي لكه. طارق بن زياد لقى ان وادي برباط ده هيكون مناسب جدا لجيش المسلمين، لان وادي برباط بيحيط بيه جبل كبير جدا في المنطقه الشرقيه والجنوبيه، يعني جيش المسلمين لما هيكون واقف في المنطقه دي هيكون ظهره ويمينه الاثنين محميين بالجبل، وبالتالي جيش النصارى مش هيقدروا يلفوا ورا المسلمين ويحوطوهم. وكمان في الناحيه الغربيه اللي هتكون على شمال الجيش الاسلامي موجود بحيره كبيره جدا، وبالتالي جيش النصارى اللي بيهجم عليهم ولا هيقدروا يلفوا من اليمين ولا هيقدروا يلفوا من الشمال، وبكده يبقى جيش المسلمين متامن كويس جدا من الشرق والغرب ومن الجنوب. وكمان طارق بن زياد خلى طريف بن مالك يقف بكتيبه من المسلمين عند المدخل الجنوبي عشان لو حصل وحد من جيش النصارى قرر ان هو يلف من ورا المسلمين باي طريقه او حتى يخش لهم عن طريق البحر يكون في كتيبه من الجيش الاسلامي واقفه لهم، وبكده يبقى المنطقه الشماليه بس هي اللي بتفصل بين المسلمين والنصارى وما يقدروش يلفوا ولا من الشرق ولا من الغرب. فاختيار وادي برباط كان اختيار حكيم جدا من قائد عظيم جدا وهو طارق بن زياد. وصل لذريق والجيش اللي معاه لمنطقه وادي برباط، كانوا جايبين معاهم البغال اللي محمله الحبال، كانوا جايبين معاهم الحبال عشان يربطوا بيها المسلمين بعد ما ينتصروا عليهم وياخدوهم معاهم عبيد. فلوذريك والجيش اللي معاه كانوا متاكدين 100% ان هم هينتصروا في المعركه دي، لان هي اصلا معركه مش متكافئه، 12,000 في مواجهه 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل معظمهم من الخياله، لكن المسلمين معظمهم من الرجاله، يعني معظمهم ماشيين على رجليهم وعدد الخيول قليل جدا. لوذريك كان جاي وهو قاعد على سرير محلى بالذهب ولابس التاج الذهبي بتاعه، وكمان لابس هدومه الملكيه اللي مليانه ذهب ومجوهرات في كل مكان. فسبحان الله حتى وهو جاي يحارب مش قادر يتخلى عن دنياه، مش قادر يتخلى عن الملك والعظمه اللي هو كان عايش فيها، مش قادر يتخلى عن الكبر والغرور، وما كانش عنده اي شك ان هو هينتصر في المعركه دي وهياخد كل الجيش الاسلامي كعبيد معاه وهو راجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة أبو العباس شو، فيديو جديد من سلسلة الأندلس من الفتح للسقوط. فلو ده أول فيديو تشوفه ليا انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وعشان ما اطولش عليك كتير يلا جهز مشروبك وتعالى بسرعة عشان نبدأ قصة النهاردة. وأكيد ما تنساش تدعي لإخواتنا في غزة بالنصر والتمكين. بدأت معركة وادي برباط يوم 28 رمضان سنة 92 هجريا، وزي ما احنا عارفين ان شهر رمضان هو شهر الطاعة والعبادة، هو شهر القرآن والصيام والقيام، ودايما على مدار التاريخ كان دايما شهر رمضان هو شهر المعارك والفتوحات والانتصارات والجهاد في سبيل الله. فسبحان الله الوضع اتغير وبقى شهر رمضان دلوقتي هو شهر المسلسلات والأغاني والإعلانات، وبقى شهر البرامج والفوازير،
وبقى سهر طول الليل ونوم طول النهار. ولما تتكلم مع اي حد يقول لك سيبني في حالي انا مش طايق نفسي انا صايم. على عكس المسلمين زمان، المسلمين زمان كانوا بيستنوا شهر رمضان عشان يصوموا ويقوموا ويصلوا، عشان يجاهدوا في سبيل الله وينتصروا على اعداء الدين او ينولوا الشهاده ويموتوا وهم صايمين. الوضع اتغير تماما، فسبحان الله، نسال الله العزه للاسلام والمسلمين ونسال الله العفو والعافيه. ففي شهر رمضان سنه 92 هجريا حصلت واحده من اقوى واشرس المعارك في التاريخ الاسلامي، معركه وادي برباط بين جيش المسلمين بقياده طارق بن زياد وجيش النصارى بقياده لوذريق. 12000 مجاهد مسلم في مواجهه 100000 مقاتل نصراني. وطبعا لو اي حد بص على الجيشين وعرف الاعداد هيشفق على الجيش الاسلامي، هيبقى معتقد ان الجيش الاسلامي هيتسحق بالكامل لان مفيش اي تكافؤ بين الاعداد. لكن الحقيقه ان كل الشفقه هتكون على جيش النصارى، لان ربنا سبحانه وتعالى مع المسلمين، دايما بينصرهم وبيساندهم، لان المسلمين عندهم عقيده قويه جدا وعارفين كويس قوي ان النصر عمره ما كان بالعدد والعده، وان النصر من عند الله، وان عمر المسلمين ما انتصروا بسبب عددهم وعدتهم، لكن دايما انتصار المسلمين بيكون باليقين والعقيده، بيكون بالعقيده بان النصر من عند الله. فلو بصيت هتلاقي ان جيش المسلمين خارج بكامل ارادته، كل واحد خارج وهو عارف هو رايح يعمل ايه، خارج بكامل ارادته وبكامل حريته، خارج من بيته عشان يجاهد في سبيل الله ويعلي كلمه الحق. لكن في الناحيه الثانيه جيش النصارى كلهم خارجين غصب عنهم، خارجين مكرهين بتجنيد اجباري. جيش المسلمين بقياده طارق بن زياد المجاهد العظيم التقي الورع اللي عنده كفاءه حربيه عاليه جدا، وفي المقابل جيش النصارى بقياده لوذريق الحاكم الظالم، الحاكم المغرور المكروه من اهل بلده، الفاسد المستبد اللي فرض ضرائب عاليه جدا على سكان الاندلس. فمفيش مقارنه بين جيش كل اللي بيتمنى ان هو يموت في سبيل الله وبين جيش كل اللي بيتمنى انه يرجع لاهله ويرجع لماله ويرجع لممتلكاته. فريق بيقف فيه الغني جنب الفقير، الحاكم جنب المحكوم، الوزير زي الغفير، كل الناس سواسية ومفيش أي فرق ما بينهم. وفريق تاني بيفرق بين كل طبقة من طبقات المجتمع، المال والممتلكات فيه هم اللي بيحكموا، هم اللي ليهم الصوت، والفقير مالوش أي قيمة ومالوش أي مكانة وسطهم. فرق كبير قوي بين جيش لو انتصر بياخد 4 أخماس الغنيمة، 80% من الغنايم بتروح للجيش، والخمس الاخير هو اللي بيخش في بيت مال المسلمين. فبالتالي المجاهد اللي بيخرج في سبيل الله بيبقى خارج معاه الدنيا ومعاه الاخره، فلو انتصر ورجع لاهله بيرجع معاه الغنايم، ولو اتقتل واستشهد في سبيل الله يبقى ليه الجنه باذن الله. ففرق كبير قوي بين جيش ضامن الدنيا والاخره، وفرق كبير قوي بين جيش ما بياخدش اي حاجه وكل الغنايم والممتلكات بتروح للحاكم. منظومه ظالمه جدا، الفقير بيزداد فيها فقر والغني بيزداد فيها غنى. فرق كبير قوي بين فريق الاخره وفريق الدنيا. فالمعادله عمرها ما كانت بالعدد، عمرها ما كانت بمين اكتر، لكن دايما الانتصار بيكون باليقين، بيكون بالعقيده السليمه واليقين ان الانتصار من عند الله. وهي دي كانت عقيده الجيش الاسلامي في الوقت ده. فلو اللي بيحلل المعركه ما بصش بس على الاعداد وبص على كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده، هتكون الشفقه طبعا على جيش النصارى مش على جيش المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. بدأت معركة وادي برباط بين الفريقين، بين الجيش الإسلامي بقيادة طارق بن زياد وبين جيش النصارى بقيادة لوذريق. استمرت المعركة لمدة 8 أيام، 8 أيام متواصلة من الجهاد والقتال في سبيل الله. في خلال ال8 أيام دول كان بينهمر أمواج من جيش النصارى على المسلمين، كل يوم أعداد ضخمة جدا بتنزل الوادي تواجه المسلمين، وباقي الجيش واقف فوق بيتفرج عليهم، لأن الوادي مستحيل يتسع لكل العدد المهول ده. فكل يوم من ال8 أيام كان بينزل مجموعة من جيش النصارى يواجهوا جيش المسلمين، وجيش المسلمين فضلوا صابرين، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فضلوا صابرين وبيجاهدوا في سبيل الله لمدة 8 أيام كاملين، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى في اليوم الثامن من عليهم بالانتصار. وفي نهاية المعركة دي اتقتل لوذريق، اتقتل الحاكم الظالم الفاسد، وفي بعض الروايات بيقولوا ان هو هرب للشمال، وانتهى ذكر لوذريق من الوجود. التاريخ ما ذكروش تاني ابدا. ومن اليوم ده اتفتحت صفحه جديده في تاريخ الاندلس، صفحه جديده من الرقي والتقدم والحضاره، صفحه جديده من العدل والمساواه، صفحه جديده ما بتفرقش بين غني وفقير، بين وزير وغفير، بين حاكم ومحكوم، صفحه جديده من الشريعه الاسلاميه اللي بتساوي بين الجميع، لا فرق لعربي على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. المسلمين بعد انتهاء معركه وادي برباط قدروا يغتنموا غنائم عظيمه جدا وكبيره جدا من جيش النصارى، وكانت واحده من اهم الغنائم دي هي الخيول، لان زي ما قلنا ان جيش المسلمين كان معظمهم من الرجاله، كان معظمهم بيقف على رجليهم. لكن بعد انتهاء معركة وادي برباط بقى معظم جيش المسلمين من الخيالة، بقى معظمهم معاهم خيول. واستشهد من المسلمين في المعركة دي حوالي 3000 مجاهد مسلم رحمة الله عليهم أجمعين. 3000 مجاهد مسلم رووا بلاد الأندلس بدمائهم الغالية، ووصلوا الدين ده لينا ولغيرنا. فالدين ما وصلناش بسهولة، الدين وصل لنا بتضحيات، تضحيات النفس والدم. فرحمة الله عليهم أجمعين وجزاهم الله عنا خير الجزاء.
في رواية مشهورة جدا عن معركة وادي برباط كتبها المؤرخين الأوروبيين عشان يفسروا سبب انهزام جيش النصارى اللي كان متكون من 100,000 مقاتل قصاد جيش المسلمين اللي كان متكون من 12,000 مقاتل بس. ففي الرواية دي المؤرخين بيفسروا انتصار المسلمين إن طارق بن زياد قرر إن هو يحرق كل السفن، وبعد ما حرق كل السفن قال للمسلمين العدو أمامكم والبحر خلفكم، فأنتم مفيش قدامكم أي مفر، لو هربتوا هتموتوا في البحر ولو واجهتوا هتموتوا من جيش النصارى، فمفيش قدامكم اي حاجه غير ان انتوا تنتصروا. فالمؤرخين بيفسروا انتصار المسلمين بالروايه دي ان المسلمين في الوقت ده ما كانش قدامهم اي حاجه غير ان هم ينتصروا في المعركه، كانوا بيحاربوا على انهم كده كده ميتين ومفيش قدامهم حتى اي وسيله للهروب. والحقيقه ان روايه زي دي ما ينفعش اصلا تكون حقيقه، العقل والمنطق ما ينفعش يصدقها، فهي روايه باطله ملهاش اي اساس من الصحه. والغريب ان الروايه دي حتى ذكرت في بعض المصادر الاسلاميه، في بعض كتب التاريخ الاسلاميه موجود فيها الروايه دي، لكن ما ينفعش احنا كمسلمين نصدق اصلا الروايه دي. فالروايه دي اصلا ملهاش اي سند صحيح، لان لازم الروايات عشان تكون صحيحه تكون منقوله من رجال ثقات، مش مجرد اي حد يقول اي حاجه فاحنا نصدقها وخلاص. فالروايه دي ما جاتش في اي كتب من كتب المسلمين اللي موثوق فيهم، لكنها جت في كتب الغرب الاوروبيين اللي ملهاش اي سند اصلا ولا دليل. الغرب الاوروبيين كتبوها وقالوها عشان يفسروا سبب الانتصار، لان سبب الانتصار بالنسبه لهم مش سبب منطقي ولا معقول، لانهم دايما بيفكروا بالعدد والعده، ما عندهمش العقيده اللي عند المسلمين، ما عندهمش الثقه والعقيده ان النصر بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، فما كانوش قادرين يصدقوا ازاي 12,000 يهزموا 100,000، فاخترعوا الروايه المكذوبه دي عشان يبرروا بيها هزيمه الجيش بتاعهم. وكمان لو حصل فعلا وطارق بن زياد كان حرق السفن، كان لازم يكون في رد فعل من موسى بن نصير ومن الوليد بن عبد الملك خليفه المسلمين في الوقت ده، فمستحيل يوافقوا ان هو يعمل حاجه زي كده، مستحيل ما ينكروش عليه الفعل ده، لان السفن دي مش ملك طارق بن زياد عشان يحرقها، السفن دي جزء منها ملك للدوله الاسلاميه وجزء منها ملك يوليان حاكم سبته في الوقت ده، فهي مش ملك طارق بن زياد عشان يحرقها اصلا، ومستحيل قائد ورع وتقي زي طارق بن زياد يعمل حاجه زي كده. فكان الطبيعي ان لو حاجه زي كده حصلت يكون في حوار ورسائل بين موسى بن نصير وطارق بن زياد عشان يبرر فيها سبب اللي هو عمله ده، او ان يكون في تعليق من الخليفه الوليد بن عبد الملك ومن علماء المسلمين في الوقت ده، لكن ده ما حصلش لان ما كانش في اي مصدر بيقول ان في رسائل بين موسى بن نصير وطارق بن زياد عن الموضوع ده، ولا تعليق بين علماء المسلمين او الوليد بن عبد الملك على الموضوع ده. فده اكبر دليل ان الموضوع ده ما حصلش اصلا، وان هو كان مجرد روايه مكذوبه من الاوروبيين عشان يفسروا السبب اللي يخلي 12,000 يهزموا 100,000، فهي 100% رواية مكذوبة وملهاش أي أساس من الصحة. مستحيل يفهموا العقيدة الإسلامية، مستحيل يفهموا قول ربنا سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وبشكل عام يعني اللي هيبص في التاريخ هيبقى عارف إن الطبيعي إن المسلمين أصلا يكسبوا بالأعداد القليلة مش بالأعداد الكبيرة، فنقدر نقول إن كل المعارك اللي المسلمين خدوها وانتصروا فيها كان دايما جيش المسلمين عدده بيكون أقل من جيش الكفار، وكان دايما ربنا بينصر المسلمين بعقيدتهم وإيمانهم بالله مش بأعدادهم، وإن لما حصلوا المسلمين اغتروا بالعدد في غزوة حنين كان ده سبب كافي جدا ان هم ينهزموا ويخسروا في المعركة دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لولا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة دي، النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ورجع تاني المسلمين بعد ما كانوا بيجروا من الأعداء عشان ربنا يديهم درس ويعلمهم إن الانتصار عمره ما كان بالعدد، وإنه دايما بالعقيدة والإيمان بإن النصر من عند الله مش بالعدد والعده. وسبحان الله اقترار المسلمين بعددهم ما حصلش بس في غزوه حنين، لا كمان حصل في التاريخ الاسلامي في اكتر من موقع واكتر من حرب، وكان دايما كل ما بيحصل اقترار بالعدد المسلمين بينهزموا لانها عمرها ما كانت بالعدد. وموضوع الاقترار بالعدد ده حصل اكتر من مره في تاريخ الاندلس، ان شاء الله هنتكلم عليه في الفيديوهات اللي جايه. وبعدين المسلمين عمرهم ما هيكونوا محتاجين لحاجه زي كده، عمرهم ما هيكونوا محتاجين ان طارق بن زياد يحرق السفن عشان يحمسهم. المسلمين اصلا مسافرين من اقصى الشرق للمنطقه دي عشان يجاهدوا في سبيل الله، عشان ينشروا الدين ويدعوا الناس لعباده الله سبحانه وتعالى، فهم ولا فارق معاهم دنيا ولا فارق معاهم اموال ولا فارق معاهم ممتلكات، وعندهم الحماس الكافي اللي يخليهم يخشوا اي معركه وهم عايزين يموتوا، اصلا عايزين يموتوا عشان يستشهدوا في سبيل الله، فهم ما كانوش مستنيين ان طارق بن زياد يحرق السفن عشان يحمسهم على الجهاد. وكمان مستحيل واحد زي طارق بن زياد القائد الحكيم يحرق السفن بتاعته، يحرق السبيل الوحيد اللي ممكن يرجعه لبلاده. السفن دي هي الوسيله الوحيده اللي ممكن ترجعه لبلاده تاني لو حصل انهزام للجيش الاسلامي، فما فيش اي منطق وعقل يخلي واحد يفرط في وسيله الهروب، ده لو هو كان عايز يهرب اصلا. فبالمنطق والعقل كده كان في احتماليه كبيره قوي عند طارق بن زياد والجيش اللي معاه ان هم ينسحبوا، لان بيهجم عليهم 100,000 وهم 12,000، فاكيد طارق بن زياد كان حاطط من ضمن خططه ان هو لو حصل انهزام للجيش الاسلامي يستخدم السفن دي ويرجع تاني لبلاد المسلمين عشان يتحيز لفئه الجيش الاسلامي اللي موجوده في المغرب الاقصى، فمستحيل يحرق السفن، مستحيل يحرق السبيل الوحيد لانسحابه من المعركه وقت الهزيمه، فحرق السفن في موقف الانهزام ده هيكون وسيله للانتحار مش وسيله للانتصار، فمستحيل قائد ورع زي طارق بن زياد يعمل مخالفه شرعيه زي دي.
بعد انتهاء موقعة وادي برباط وانتصار المسلمين على جيش القوط الغربيين، قرر طارق بن زياد ان هو يكمل الفتوحات. قرر طارق بن زياد ان هو يتوغل في بلاد الاندلس، لان بالرغم من ان اتقتل من جيش المسلمين 3000 مجاهد مسلم، الا ان طارق بن زياد كان شايف ان دي فرصه كبيره جدا وفرصه لازم يغتنمها، لان النصارى في الوقت ده كانوا لسه متعرضين لهزيمه قويه جدا وساحقه، والاخبار بدات تترامى في بلاد الاندلس ان المسلمين هزموا جيش النصارى. فطارق بن زياد في الوقت ده فكر ان هو لازم يكمل الفتوحات، لان الروح المعنويه لجيش المسلمين في الوقت ده كانت عاليه جدا. 12000 هزموا 100000، فكانوا عندهم القوة والشجاعة إن هم يكملوا فتوحاتهم في بلاد الأندلس. وفي المقابل الروح المعنوية عند القوط الغربيين من النصارى في الحضيض، ما كانوش قادرين يتخيلوا ويصدقوا إن لوزريك اتقتل و100000 خسروا من 12000. فطارق بن زياد كان شايف إن دي أفضل فرصة يقدر يستغلها عشان يفتح بلاد الأندلس، وكان شايف إن انهزام جيش النصارى وموت لوزريك هو فرصة عظيمة جدا لنشر الدعوة الإسلامية، عشان يعلموا الناس العدل والسماحة اللي موجودة في دين الإسلام، ويعرفوا الناس الفرق بين الشريعة الإسلامية اللي هتحكمهم بالعدل والمساواة وبين لوزريق الظالم الفاسد. وفعلا طارق بن زياد قرر ان هو ياخد الجيش اللي معاه ويتوغل في بلاد الاندلس، وبدا يتجه ناحيه اشبيليه. واشبيليه في الوقت ده كانت واحده من اعظم مدن الجنوب على الاطلاق، واحده من اعظم المدن اللي موجوده في بلاد الاندلس. وسبحان الله مجرد ما وصل جيش المسلمين عند اشبيليه، بالرغم من ان هي كانت واحده من اقوى المدن اللي موجوده في بلاد الاندلس، الا ان وعد ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اتحقق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيره شهر. فبمجرد ما اهل اشبيليه سمعوا ان جيش المسلمين جاي عليهم، سلموا المدينه بدون اي قتال وبدون اي مواجهه، فتحوا ابواب اشبيليه للجيش الاسلامي بدون اي معركه، بالرغم من ان المدينه محصنه واسوارها عاليه جدا، الا ان الحكايات والروايات اللي وصلت لاشبيليه عن معركه وادي برباط كانت كفيله ان هم يسلموا المدينه بدون اي قتال. سكان اشبيليه اتفقوا مع المسلمين ان هم يدفعوا الجزيه بدون اي قتال وبدون اي مواجهه. الجزية دي هي الضريبة اللي بيدفعها أهل الكتاب في مقابل الحماية، في مقابل إن جيش المسلمين يحميهم ويدافع عنهم لو حصل عليهم أي هجوم. وبمجرد ما أهل الكتاب يدفعوا الجزية فواجب على المسلمين إن هم يحموهم، وبيبقى مش مطلوب منهم إن هم يشيلوا أي أسلحة ويواجهوا اللي بيهاجمهم، لكن مطلوب من المسلمين إن هم يدافعوا عنهم ويحموهم. وإن لو حصل والمسلمين ما قدروش يدافعوا عنهم ويحموهم، فواجب على المسلمين ان هم يردوا الجزيه لاهل الكتاب، ان هم اصلا دافعين الجزيه دي عشان المسلمين يحموهم. فلو المسلمين ما قدروش يحموهم ويصدوا الهجوم اللي جاي عليهم، واجب على المسلمين ان هم يرجعوا لهم الجزيه من تاني. والجزيه دي بتتاخد من الرجال البالغين بس، ما بتتاخدش من النساء وما بتتاخدش من الاطفال، وكمان ما بتتاخدش غير من الاصحاء، يعني ما بتتاخدش من المرضى او العجزه، وكمان ما بتتاخدش غير من الاغنياء اللي يقدروا يدفعوها، يعني ما بتتاخدش من الفقراء، وما بتتاخدش كمان غير من اللي قادرين على القتال، يعني الضعيف او اللي ما بيقدرش يقاتل او اللي واهب حياته للعباده ما بتتاخدش منه الجزيه. بل ان الفقير اللي من اهل الكتاب سواء نصراني او يهودي بياخد اصلا فلوس من بيت مال المسلمين، مش بيدفع الجزيه، لكن واجب على المسلمين ان هم يدوا له ويصرفوا عليه لانه فقير. والجزيه اللي بتتاخد من اهل الكتاب زيها زي الزكاه اللي بيدفعها المسلمين، بل ان الجزيه اقل بكتير جدا من الزكاه اللي بيدفعها المسلمين. فمقدار الجزيه اللي بيدفعه الرجل من اهل الكتاب هو مجرد دينار واحد في السنه، وفي المقابل المسلم مطلوب منه ان هو يدفع 2.5% زكاه عن المال اللي موجود عنده. فدينار واحد في السنه ما يجيش اي حاجه قصاد 2.5% من ممتلكات المسلمين. فالمسلمين كان مطلوب منهم ان هم يدفعوا زكاه اضعاف اللي بيدفعوا اهل الكتاب كجزيه. ولو الذمي او الرجل من اهل الكتاب قرر ان هو يدخل الاسلام، فالجزيه خلاص بتسقط عنه، ويبقى ليه زي للمسلمين وعليه زي اللي على المسلمين. بل انه كمان لو قرر يشارك مع المسلمين في الحروب، فواجب على المسلمين ان هم يدفعوا له نظير المشاركه في الحرب، وبتسقط من عليها الجزيه تماما. ده غير كمان ان الجزيه دي هي اقل بكتير جدا من الضرائب الباهظه اللي كانت بتبقى مفروضه عليهم من حكامهم. فالاسلام دين رحمه للمسلمين وغير المسلمين، فالجزيه دي اصلا اقل من اي ضريبه موجوده في العالم، بل ان الزكاه نفسها 2.5% دي اقل من اي ضريبه موجوده في العالم. فبعض الدول اللي موجوده دلوقتي بيفرضوا ضرائب على الشعوب بتوصل ل 10 و20 و50 و70% من اموالهم. انت متخيل يعني ايه 70% من ممتلكاتك تروح ضريبه للدوله، وزعلان على 2.5% مقدار الزكاه في الاسلام اللي هتتوزع على الفقراء والمحتاجين؟ وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، فيا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات دي واستمتعتوا بيها. ان شاء الله في فيديوهاتنا اللي جايه هنكمل كلامنا في فتوحات بلاد الاندلس، وهنعرف ايه اللي عمله طارق بن زياد وموسى بن نصير، وازاي المسلمين قدروا يفتحوا كل بلاد الاندلس لحد ما وصلوا كمان ان هم يخشوا فرنسا ويبقوا على بعد 30 كيلو بس من باريس عاصمه فرنسا في الوقت ده. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناه، انزل بسرعه اعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه بالنصر والتمكين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.